الجزائي في عقده ما يوازي 1.5 مليون يورو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم فيديو جديد بنتكلم عليها حاجة من سيرة صلاة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعي لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين. نادي بيراميدز تدخل بقوة في صفقة أسامة فيصل لإفساد الصفقة عن النادي الأهلي والتعاقد معاه بدلا من النادي الأهلي. تمام. نادي بيراميدز عرض على النادي البنك الأهلي 70 مليون جنيه كاش، تمام، وإلى جانب لاعب إعارة على سبيل الإعارة. النادي الأهلي كان عارض على ما أعتقد 50 مليون جنيه، فهو طبعا هيروح للمقابل المادي الأفضل. فنادي بيراميدز بيسعى ان هو يفسد الصفقه على النادي الاهلي باي طريقه. تمام. الموضوع الثاني معانا كان فيه اتصالات بين النادي الاهلي ووكيل اعمال وسام ابو علي. الاداره كانت منتظره عرض كبير، كانت منتظره عرض ثاني يجي اكبر. وردت والرد ده مش عاجب وكيل اعمال وسام ابو علي، قال لك لا، اللاعب جاي له عروض ويلزم اداره الاهلي بالرد على العروض المقدمه لوسام ابو علي في الوقت الحالي. تمام. آه، اللي بيشتغل عليه اداره النادي الاهلي في الوقت الحالي ان هم وسام يكمل معانا الموسم الجاي، تمام، مع زياده الراتب بتاعه. النادي الاهلي بيسعى حاليا ان وسام يكمل معانا الموسم الجاي ويزود الراتب بتاعه. تمام. بالنسبه للموضوع الثالث معانا اسد اسلام الحملاوي. اسد اسلام الحملاوي في بند كده في عقده، تمام، ان شرط الجزائي في عقده ما يوازي 1.5 مليون يورو على حسب الاخبار اللي وصلت. النادي الاهلي لو دفع ال 1.5 مليون يورو دول مع رغبه اللاعب، هو يتم التوقيع مع اسد اسلام الحملاوي.